السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف النهارده مع بعض، فيديو جميل جدا ورائع ان شاء الله هيعجبكم. وبداية الفيديو احب اشكر كل اخواتي الجزائريين على حبهم ودعمهم لينا وعلى تشجيعهم وعلى تعليقاتهم الجميلة. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. درنا طلب للحصول على أرض عن طريق الامتياز، واستفدنا من قطعة أرض المساحة تاعها 50 هكتار، ودوك رانا حنا نخدموا فيها. راني مكثف بذور ملتيبليكاتور دو سومونس كاتيجوري لاجي 3، ورانا نخدموا هنايا متواجدين هنا في الميدان منذ سنة 2017، وحنا كنا من الأوائل اللي انطلقنا في هذا المحيط. المساحة اللي راهم مستفادين منها هي 50 هكتار، ومخصصينها لزراعة تكثيف البذور، ونخدموا موسمين في العام. نخدموا عندنا دو بيفو بمساحة 60 هكتار، نخدموا فيها البلي طوندر والبلي دير لا كاتيجوري قلت لك جي 3، ونخدموا في نفس الوقت دوزيام سيزون نخدموا المايس كرا والمايس اونسيلاج. والحمد لله لحقنا النتائج ما شاء الله، نتائج مرضية. لحقنا في القمح لحقنا حتى ل 70 قنطار في الهكتار، وفي المايس كرا لحقنا الله يبارك رقم ما شاء الله رقم قياسي، لحقنا حتى ل 90 قنطار في الهكتار. بالنسبة لتكثيف البذور هذه تاع البلي طوندر والبلي دير، أنا الوحيد على مستوى ولايتي تيميمون وأدرار اللي يعني الدولة بارك الله فيهم، يعني الإطارات نتاع اللي تي جي سي تاع واد السمار بارك الله فيهم، دارت فينا الدولة الثقة وعطاتنا هذه لاجي 3، لأنه هذه لاجي 3 ما يعطيوهاش لأي مكثف بذور، لأنها بمثابة سلاح تاع دولة. وحنا الحمد لله الدولة دارت فينا ثقة، وحنا كنا عند حسن الظن. الحمد لله قدمنا نتائج مرضية كما ونوعا، يعني من حيث الكمية ولا من حيث النوعية كما نقولوا، سواء من ناحية الصفاء من ناحية الخصائص نتاع البذور. الحمد لله يعني مشينا معاهم كما كانوا يبغيوهما ولا افضل. ترفع عنا هذا العراقيل اللي رانا نعانوا منها، اللي هي غياب الكهرباء. احنا عندنا مشروع دارته الدوله بارك الله فيهم، مشروع صرفت عليه الدوله ملايير، مئات الملايير. راه عنده مده عامين وهو متوقف. تريسيتي ها وراهم ساميني وانا ما عنديش تريسيتي بجنبي بعيد عليا ب 40 متر، وانا محروم من التريسيتي. وانا مكثف بذور الوحيد اللي قلت لك راه عندي هذه لاجي 3، الوحيد في ولايتي تيميمون وأدرار. مكثف بذور بالك باللي انا من لاجي 3 بعد تولي جي 4، من جي 4 تولي ار ان، من الار ان تروح الكونسوماسيون. هم الخبراء على بالهم باش الهضره اللي نهضر فيها، يعني مني انا حتى تولي هذيك البذور تولي القمح يولي كونسوماسيون، راني بيفو واحد برك تقدر تنتج منه 2 ملايين و400 قنطار. 2 ملايين و400 قنطار، يعني انا عندي دو بيفو نتاع لاجي 3، يعني تقدر مني انا حتى توصل لا كونسوماسيون تولي 5 ملايين قنطار. حنا لو ترفع عنا هذا العراقيل اللي من بينها الكهرباء اللي رانا نعانوا مازلنا نعانوا الى يومنا هذا، من 2017 الى هذا التاريخ تاع اليوم 28 فيفري سنه 2023 مازلت محروم من الكهرباء، ما عنديش كهرباء، انا نخدم بالغازوال. هذه واحده. 2 من 2017 وانا نطلب في توسعه، طالب توسعه. الارض بسم الله ما شاء الله كان الارض خيرات، الارض راهي ما شاء الله مبسوطه. احنا ما باغيين شيء، ما طلبنا والو، ما طلبناش حاجه مستحيله. نطلبوا يعني من السلطات المخوله من السلطات المختصه يعاونونا، يعطيونا تريسيتي، يعطيوني توسعه فقط. ماني طالب شيء، انا مستعد، قادر، عندي امكانيات بربي ان شاء الله، مستعد نزيد 4 بيفو واحدين اخرين. والله صدقني نتمنوا يعني من السيد رئيس الجمهوريه اللي نشكروه اولا، نشكروه بارك الله فيه. السيد رئيس الجمهوريه ما بخلناش نقولوا الحقيقه، ما بخلناش، عطاه مشروع وقال، وسمعت بوذني في تصريح صحفي قال منا ل 2023 ما نحبش نسمع كلمه محيط فلاحي ما فيهاش تريسيتي. يجي مقاول مانيش عارف انا يتمسخر، نقولها بين قوسين يتمسخر،
يستهزأ بدوله، بمؤسسات دوله. انا نتمنى الدوله نتاعنا تفرض الهيبه نتاعها، تفرض الهيبه تاعها. هذول مشاريع دير رقابه، دير لجان تخرج تراقب. شوف، من خلال التحليل تاع التربه اللي درناه هنايا في الارض، حنا نديروا لي زاناليز دو سول ودرنا لي زاناليز تاع الماء. لقينا هنايا التربه هنا في الصحراء تربه كما نقولوا فقيره، ما فيهاش مواد عضويه، ما فيهاش مواد يعني تقريبا كنا نقولوا سيتان سيبور. هنا راه حامل برك، راه لو كان ما تضيفش اضافات كما نقولوا اسمده، ولا اسمده تاع عمق، ولا اسمده تاع تصحح بها ما تديش انتاج هنا. وحنايا راك تشوف رانا نعانوا. كنا قبل سنوات، 3 سنوات ولا 4، كانت الاسعار تاع الاسمده كانت شويه منخفضه، كنا لا باس. لكن مع الظروف اللي راك تشوف فيها دوكا، مع الاسعار المرتفعه تاع الاسمده، ومع التكاليف الغاليه تاع المازوت، حنا نخدموا بالمازوت، نخدموا بالجروب الكتروجين لانه ما عندناش تريسيتي. رانا نعانوا، ما نكذبش عليك، عندنا مصاريف زايده زايده فوق الطاقه تاعنا. هي دوك هي اللي شارج على حساب كل فلاح وكيف راه يخدم، كل مستثمر وكيف راه يخدم. كاين اللي عنده الماتريال تاعو، وكاين اللي يكري، كاين كل واحد وكيف راه، كل واحد كيف تخرج له تكاليف. بالنسبه لي انا الحمد لله انا عندي ماتريالي، عندي آلة الحصاد، شاري آلة حصاد جديده، شاري الماتريال، عندنا تراكتور، عندنا كاع الآلات اللي تابعه ليه، اللي شارج نقولوا بالك. وقد ما تكون كما نقولوا حنا ذكي في الخدمه تاعك، يعني التكتيك تاع الخدمه تاعك تقدر بحيل واحده اخرى تنقص بها شويه لي شارج. حنا مثلا نلجؤوا كي لقينا دوك الغلاء تاع الاسعار زادت، حنا نوليو نلجؤوا للبقايا تاع الفضلات تاع الحيوانات، كما نقولوا حنا الفيمي. حنا الفيمي ذاك نوليو نديروه عباره عن كومبوست ولا نخمروه، وهذاك اللي يكستري نستعملوه كما نقولوا نعاونوا به في السقي باش يخفض لنا شويه التكاليف، لانه الاسعار راهي زادت تقريبا تريبل، وهذا يعني مكلف بزاف. تولي هنا تولي الروندمون تاع المايس لازمك تفوت 60 قنطار في الهكتار باش تولي كما نقولوا باش تدخل زعما في الفائده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات اكتر واكتر عن دولة الجزائر. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.